اللهم إن أحسنا فتقبل منا، وإن أسأنا فتجاوز عنا، وإن نسينا فذكرنا، وإن أعرضنا فأرسل لنا من أحبابك من بلطف يأخذ بأيدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل أكلة جميلة مع بعض كده، هي خفيفة وسهلة وبسيطة. هنعمل الفتة الجميلة كلنا طبعا بنحبها. بس أنا جايبه لكم النهاردة طريقة جديدة للحمة معانا. الطريقة دي جميلة جدا وهتعجبكم قوي، وتابعوني علشان أقول لكم عليها خطوة بخطوة. اول حاجة هنا اللحمة بتاعتنا طبعا بتكون ملبسة شوية، مش حمرة قوي علشان تبقى حلوة معايا في التشويح. ضفنا في الحلة معلقة سمنة، وضفنا عليها اللحمة بتاعتنا عشان تتشوح كويس كده مع السمنة. الطريقة دي جميلة قوي وهتعجبكم، وطعمها جميل جدا ورائع بصراحة. انا هنا هسوي اللحمة منها فيها، يعني مش هزود لها طبعا مية، هتبقى كميات قليلة علشان هي تسوي نفسها بنفسها. هنقلب اللحمة كده على الجنب التاني عشان خاطر كلها تاخد اللون الحلو اللي احنا هنشوفه مع بعض، والتشويحة الجميلة اللي هتديني طعم جميل للحمة. انا علشان عندي شوربة فانا محبتش ان انا اسلق اللحمة، فانت لو ما عندكيش شوربه بعد ما شوحتيها كده هتضطر تضيفي لها ميه كتير انها تبقى شوربه. لكن لو حابه تعملها بالطريقه بتاعتي دي هتعجبك جدا. بعد ما اتشوحت كده واديتنا اللون الجميل هنضيف عليها كوبايه الميه المغليه. لازم تكون ميه بتغلي علشان خاطر ما عادش سوى اللحمه او تاخد مني سوى كتير. هنا بعد ما ضفت الميه بقلبها كده. بعد ما غليت هضيف عليها بصلاية مبشورة ناعم، بصلاية صغيرة علشان بتديني طعم جميل جدا مع اللحمة، وبتعمل صوص جميل قوي للحمة هيعجبكم جدا، وفي الاخر هوريه لكم. هنا بقلبها كويس، غليت كويس. هبدأ بقى اوطي عليها النار عشان تاخد سواها براحتها. وبالطريقة دي اللحمة ما بتاخدش وقت كتير في التسوية. هغطيها كويس كده وهوطي عليها النار زي ما انتوا شايفين. لقيتها محتاجة سوا تاني هضيف لها نص كوباية مية مغلية برضو، ما تنفعش مية باردة علشان ما تعيدش سوا اللحمة معايا. وهنا بقى بشوفها بقلبها كده، لقيتها استوت معايا وما خدتش مني كمية مية كتير. اول ما اللحمه بتاعتنا تدخل في السوا كده وتشرب كميه الميه بتاعتها هنضيف لها التوابل الجميله اللي هي فلفل اسود وبهارات مشكله، بهارات لحمه مشكله، وحبهان وورق لورا مطحون، والملح المظبوط لكميه اللحمه. هقلب بقى كده مع بعض. هنا بقى مش هغطي الحله، هسيبها عشان خاطر اللحمه تتشوح وتديني اللون الجميل. هنا الصوص ده اللي انا قلت لكم عليه، بصوا جميل ازاي. البصل طبعا اتهرى مع السوا ومش باين، بس عمل صوص جميل قوي وطعم حلو قوي هيعجبكم كلكم. كده بقى بدأت تتحمر معايا وتديني لون جميل قوي والطعم اجمل. كده بقى هنبدأ في الحاجة التانية، وهي الرز الجميل الابيض المفلفل. هنحط سمنة، حابة تضيفي معاها شوية زيت ماشي برضو، بيدي للرز بيخليه مفلفل كده وجميل. هنا غسلنا الرز بتاعنا وصفيناه كويس، لازم تصفيه كويس علشان خاطر ما يعجنش معاكي ويتحمر كويس. انا هنا بصفيه كويس من المية وهبدأ اشوح الرز كده في السمنة. هضيف بقى للرز مكعب المرق اللي بيديني طعم جميل اوي للرز، وهقلب فيه زي ما انتوا شايفين. وبعد كده لحد ما وصل تشويح الرز كويس المظبوط هضيف له الشوربه بتاعتي. انا هنا بضيف كبشه كبشه علشان خاطر تقدري تعايري معايا الشوربه المناسبه او الميه المناسبه للرز، متبقاش زياده معاكي.
مجرد ما غطيت الرز بالشوربة كده خلاص، مش هزود اكتر من كده عشان ما يبقاش معجن معايا. وهضيف له الفلفل الاسمر، ربع معلقة فلفل اسمر والملح، وهقلب كويس وهغطيه لحد ما يغلي معايا. هنا الرز غلي وابتدى يتشرب. هنا هبدأ بقى اوطي عليه النار عشان يستوي براحته ويبقى جميل معايا ومفلفل كده. دخل على السوا، اوطي عليه خالص بقى وهسيبه. جبنا بقى طاسة وضفت فيها معلقة سمنة عشان خاطر هعمل الصلصة الجميلة او الطشة الجميلة بتاعة الفتة. ده التوم، فرمنا توم ناعم جدا ضفته للسمنة وهقلب فيه كده لحد ما يوصل ان انا هيتحمر ويبقى لونه اصفر وجميل. طبعا الطشه بتاع الدقه الجميله دي هي اللي بتخلي الواحد بقى يعرف ان هو عامل فته، وبتبقى ريحتها بصراحه جميله جدا. هنا اتحمر معايا الثوم وضفت عليه الخل، حوالي ربع كوبايه خل. وبعد كده هضيف عليه الصلصة الجميلة اللي احنا عملناها قبل كده مع بعض. هتغلي معايا زي ما انتوا شايفين. وبعدين هضيف لها التوابل، فلفل اسمر، ملح، بهارات مشكلة، وهقلب كله مع بعضه لحد ما تتسبك معايا وتوصل للقوام المظبوط. هنا استوت معايا الصلصة والقوام بتاعها بقى جميل ومناسب. هنعمل بقى شوية شوربة كده حلوين، شوربة لسان عصفور مع الفتة، تبقى جميلة جدا برضو وخفيفة مع الفتة. ضفنا السمنة في الحلة، وبعدين هنضيف عليها نص كوباية لسان عصفور على حسب الكمية اللي تناسبك، لان طبعا لسان عصفور بيزيد معانا بعد ما يستوي. هبدأ اقلب فيه لحد ما يتحمر ويديني لون جميل كده بني شوية، لاني بعد ما بتضيف عليه الشوربة ويستوي اللسان عصفور بيفتح شوية، فطبعا مش هنغمقه جامد، هيبقى درجة معقولة يعني. وعلى حسب ذوقك، حابة تخليه اصفر، حابة تخليه بني، انت وراحتك برضه. هنقلب لسان عصفور كل شوية، مش هينفع نسيبه لانه بيتحمر بسرعة وممكن يتحرق منك لو سبتيه. وهي دي الدرجة اللي انا بقول لكم عليها، درجة التحمير بتاع لسان عصفور المناسبة، تديني لون جميل قوي وطعم جميل. هنضيف عليها بقى الشوربة، وخلي بالك علشان بيعمل طشة جامدة كده، خليكي بعيد وربنا يسترها. ضفنا الشوربة المناسبة ليه، وضفنا نص مكعب مرق، بيبقى طعمه جميل جدا برضو مع لسان عصفور. مش حابة تضيفيها خلاص الشوربة كفاية. هنخلي اللسان عصفور يغلي غلوة واحدة، وبعد كده هنطفي عليه لان هو بيكمل سواه في الشوربة، مش بيحتاج اكتر من كده. هي غلوة واحدة وتطفي عليه وتغطيه، هيستوي وهيبقى جميل جدا. وبألف هنا وشفا. هنعمل بقى حركة جميلة كده في العيش بتاع الفتة، وهتبقى جميلة جدا وهتعجبكم. هنا انا حمصت العيش ده في الفرن عادي، اللي رغيفة عادية حمصتها، وبعدين قطعته كسرته زي ما انتم شايفين، وحطيت معلقة سمنة، وهبدأ هشوحه كده، هديله طعم السمنة يبقى جميل في العيش. في ناس بتضيف توم مع السمنة وتشوح بيه بقى العيش بالتوم بكله، بس انا قلت طالما في الصلصة بتاعتي فيها توم، كفاية توم كده يعني عشان ما يبقاش زيادة. هنا بحمر العيش او بشوح العيش في السمنة كده عشان يديني طعم جميل للفتة. بتفرق اول خطوة دي، وبتبقى جميلة جدا معاكي وانتي بتاكلي الفتة.
كده حمرنا وشوحنا العيش، وهنبدأ بقى نطلعوه في طبق كده على جنب عشان خاطر نعمل بقى طبق الفتة الجميل، وإن شاء الله هيعجبكم كلكم. هنجيب بقى طبق الفتة الجميل اللي هو بتاع التقديم ده، وهنضيف العيش اللي احنا شوحناه في السمنة. هضيف عليه بقى برضو تكة كده بتبقى جميلة قوي للفتة، الصلصة اللي احنا عملناها مع بعض او الدقة اللي احنا عملناها للفتة. هضيف معلقتين وهنضيف معلقتين او كبشتين شوربة كده على العيش، لان انا بصراحة بحب العيش يبقى مقرمش شوية، مش بحبه يبقى طري جدا بالشوربة. حابة انتي تزودي شوربة برضو براحتك. وهنضيف الرز الجميل المفلفل على العيش بتاعنا. هنا بقى هنسوي الرز عشان نعمل شكل جميل كده يفتح النفس، لان طبعا العين بتاكل قبل البق. هنسوي الرز بتاعنا في الطبق، والطريقة بقى اللي تعجبك زي ما تحبي تضيفي الصلصة كده عليه براحتك. انا هنا ضفت بقى شوية عيش من اللي احنا محمرينه كده في السمنة الجميل على الوش، برضو بيدي شكل حلو للطبق، بنزين بيه الطبق يعني. وهضيف بقى الصلصة، انا عملتها بالطول كده يعني شكل مربعات للصلصة، الشكل اللي يناسبك واللي تحبيه يعني. هيبقى احلى طبق فتة تعمليه جميل وسهل، ما بياخدش وقت وبسيط. طبعا لما تحبي تغيري بقى من اي اكلة او من الطبيخ، طبعا بنحب ان احنا نعمل طبق الفتة الجميل السهل ده، ويا رب يعجبكم. وهنا حطينا الفتة الجميلة مع الشوربة مع المخلل واللحمة اللي احنا شوحناها مع بعض، وان شاء الله تعجبكم جدا وبألف هنا وشفا. أكلة بسيطة وسهلة وجميلة جدا، ويا رب تعجبكم. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.